ذكر الذهبي في ترجمة أبي منصور الخياط، هذا كان من السلف رحمهم الله تعالى. كان أبو منصور الخياط أعمى، ومع ذلك يريد أن يخدم دين الله، وكان يجلس مع الصبيان يعلمهم سورة الفاتحة فقط. يعني ما عنده إلا أن يعلم الصبيان سورة الفاتحة فقط، ما عنده شيء آخر. فلما مات رؤي في المنام، رآه بعض أصحابه في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. الله أكبر. شوف، تخيل أنت هذا الولد الذي يحفظ القرآن، يحفظ على يديك سورة الفاتحة، كل ما يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة أنت يكون لك أجر. أي تجارة أعظم من هذه التجارة؟ أي عمل أشرف من هذا العمل؟ الله أكبر. وذلك السلف كانوا يعظمون من شأن القرآن، من يدرس القرآن ويتعلم القرآن. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له ولد اسمه حماد، فكان صغيرا ذهب به والده إلى الكتاب حتى يحفظ القرآن مثل حلقات التحفيظ. فلما انتهى من سورة الفاتحة أعطى الإمام أبو حنيفة، وكان الإمام أبو حنيفة عنده مال، يعني صاحب مال وغنى، فأعطى شيخ ابنه، معلم ابنه، أعطاه 500 درهم. كان في زمانهم الدرهم الواحد ممكن أن تشتري به شاه، يعني تشتري راس غنم، عنزة يعني من يقولون أو تيس، بدرهم واحد. يعني الدرهم في زمانهم ممكن يساوي الآن في زماننا الراس الواحد ممكن تشتري ب500 درهم. تريد تشتري ذبيحة تشتريها ب500 درهم تقريبا أو 400 درهم. تخيل، أعطاه 500 درهم ممكن يشتري 500 راس. فاستكثر الشيخ هذا، قال: هذا كثير، أنا ما فعلت شيء، أنا حفظت سورة الفاتحة. قالوا: لو كان عندنا زيادة لا زدناك، تعظيما للقرآن. الله أكبر.